جاك كان زمان عميل سري من الدرجة الأولى، وبعد ما اعتزل أخيراً قدر يعيش حياة هادية وسعيدة. بس في يوم ومن غير أي مقدمات جاله تليفون. اللي استغربوا أكتر إن المتصل ناداه باسمه الكودي القديم اللي كان بيستخدمه أيام ما كان عميل، واللي ما حدش تقريباً كان يعرفه غير عدد قليل جداً. ساعتها على طول فهم إن في حاجة غلط، قفل الخط بسرعة وطلع يجري على فوق عشان يطمن على ابنه. لكن أول ما وصل لقى باب أوضته مفتوح على الآخر والأوضة فاضية. في نفس اللحظة وصلوا فيديو على الموبايل. الفيديو كان باين فيه ابنه محبوس في أوضة. الراجل اللي في الفيديو هدد جاك بابنه وطلب منه ينفذ شوية مهام عشانه، مع إن جاك ما كانش يعرف أصلاً مين الراجل ده. ما كانش قدامه حل غير إنه يوافق عشان ينقذ ابنه، اللي الراجل ما كانش فاهمه إنه لعب مع واحد كان زمان عميل محترف. الراجل قال لجاك إن كل خطوة هيعملها هتكون تحت المراقبة. جاك اضطر يسمع الكلام ونزل على الجراج زي ما اتقال له. هناك فتح صندوق معدني لقى جواه أسلحة وذخيرة مرصوصين بطريقة منظمة، وكمان كانوا محضرين له عربية مضادة للرصاص. من غير أي تردد جاك شال الأسلحة بسرعة ورصهم في العربية، وبعدها دس على البنزين وماشي ورا الGPS للمكان الأول. قبل ما يمشي طلب يشوف ابنه مرة كمان. الراجل وافق، ولما جاك شاف ابنه لسه بخير في الفيديو خد نفس طويل وابتدى المهمة.